زهير، قريت الوصايا اللي يوصى بها السيد؟ اي حسين قريتها. وش راح تسوي؟ توقع؟ لا والله يا حسين واجب علي اوقع، اني ماكو شي طلبه مني السيد لحد الان وما نفذته والحمد لله. اتفق وياك زهير، كل الناس تشهد بطاعتنا والتزامنا احنا كصدريين، بس هالمرة صدق الشغلة صعبة. حسين الوثيقه مو هينه بس احنا قدها. اكيد قدها، جاهدنا الجهاد الاصغر ضد الفاسدين وضد داعش وضد القاعدة، وهسه حان موعد الجهاد الاكبر ونواجه نفسنا الامارة بالسوء. حسين جهاد النفس اصعب جهاد على الانسان، تخيل السيد جد راح يفرح من راح يشوف التزامنا الدين. صدق هالشي راح يفرح السيد، وخلي نتخذ من هذا الشي باب نستمد به القوة والمعونة على تنفيذ بنود هاي الوثيقة. فيا اخي الصدري توكل على الله، الامر صح مو بهالسهولة، بس هو بنفس الوقت مو بهالصعوبة اللي انت متخيلها. اغلب بنود الوثيقة انت مطبقها حاليا، ويمكن كم نقطة عندك بيها مشكلة، فحاول تصحح النقاط اللي عندك بيها خلل وتوكل على الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتقوا الله بي إذا أنتم تقولون أن نحب مقتدى ونحب آل الصدر، كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شيئا. أهل البيت سلام الله عليهم حبيبي، كونوا لآل الصدر هم خيرا ولا تكونوا عليهم شنو شرا. أنتم لا تحسبون تخلون أفعالكم السيئة تنحسب علي وبالآخرة أتأذى حبيبي وبالدنيا هم أتأذى، وأنا فوق الله سبحانه وتعالى وجواي جهنم.